يسعدني كثيرا أن أرحب بكم. من بين العديد من الفقرات التي تغني فعاليات المهرجان الوطني للمسرح بتطوان نجد فقرة الندوة الفكرية التي تجمع العديد من المفكرين والباحثين في فن المسرح والكتابة الركحية. وفي الدور 24 ارتأت إدارة المهرجان تسليط الضوء على مهنة السينوغراف نظرا لاحتلاله مكانة خاصة في المشهد المسرحي المعاصر، كما يعتبر فاعلا أساسيا ومؤثرا في صناعة الفرجة المسرحية. لذلك فالندوة الفكرية لهذه الدورة تأتي لطرح ومناقشة تلك العلاقة بين السينوغراف وأربع متدخلين آخرين في عالم المسرح، وهم الكاتب والمخرج والممثل والمتفرج، الكل في لقاء تحت عنوان مهنة السينوغراف وأسئلة الإبداع المسرحي بالمغرب. وجمالية يتجاوز حدود النص ليجعل من الفضاء نفسه. اليوم كي لاحظتوا وتبعتوا معنا كانت عندنا اشغال ديال الندوه الفكريه اللي تم تخصيصها اليوم بروماتها العلاقه ديال الكاتب بالسينوغراف، والشق الثاني اللي حاليا دابا مبتدئ هو العلاقه ديال السينوغراف بالممثل. هذا النوع من الانشطه اللي كتدخل في اطار واحد التصور فني للمهرجان اللي كيحاول انه يعطي واحد النطاق اوسع للممارسه المسرحيه في جل يعني الممارسات التابعه لها، يعني في جل المهن. وهنا كندوي على مهنه السينوغراف وكندوي على الممثل وكندوي على الكاتب، والعلاقه اللي كتجمع بيناتهم في العمليه الابداعيه. كان لقاء اللي جميل جدا، لاحظنا انه عندنا دي سينوغراف من مختلف الاجيال وايضا من مختلف التصورات الفنيه، وعندنا ايضا كتاب اللي قاموا بهذه الدردشه الفكريه، قدموا لنا العلاقه كيفاش كيشوفوا المهنه ديالهم، يعني لا كسينوغرافيين ولا ككتاب، وكيف يتم التعامل مع النص المسرحي وكيف يتم البلوره ديالو في الفضاء السينوغرافي، يعني ليسباس بلاستيك كيفاش كتكون هذه العمليه. شفنا مجموعه ديال الاراء اللي كتجمع العلاقه ما بين هاد المبدعين بجوج، وشفنا المختلف ديال التصورات اللي كتكون مختلفه باختلاف التصورات الفنيه، باختلاف الاجيال، وباختلاف ايضا الرؤى والطرائق ولا طرق ديال العمل. واللي كان جميل هو مساله ديال النقاش، لان الجمهور فهو جمهور ايضا من المبدعين والفنانه، وكانت فرصه انه تكون واحد المناقشه اللي غنات ايضا المداخلات ديال الفنانين ديالنا ولا الناس اللي كانوا في الندوه. فرصه حل المهرجان انه يغني النقاش حول المسرح المغربي والتجربه ديال المسرح المغربي، يعني حتى التجارب المغربيه نبنيو ليها ونأسسوا ليها ونأطروا ليها وننظروا ليها. وكما شفتوا كان ما بين الندوتين كانت عندنا فقره ديال تقديم الكتاب ديال الاخراج المسرحي في المغرب اللي هي نتاج ديال الدوره السابقه، الدوره 23 للمهرجان الوطني للمسرح، واللي كانت نتاج فكري محض مغربي من طرف مجموعه ديال المتدخلين اللي هما مغاربه، وتم تتويج هذه الندوه الفكريه السابقه بكتاب. ونطمح ان شاء الله انه الاستمراريه تستمر مع هذا العرف هذا يستمر، لانه كيعطينا انتاجات ادبيه فنيه تتكلم عن الممثل وعن المسرح المغربي وعن المخرج المغربي وعن السينوغراف المغربي. وبعد هذه الجلسه ستكون الجلسه الاخيره في هذه الندوه. جلسه اليوم هي استمرار لجلسه الامس، وهي جلسات تندرج ضمن الندوه الفكريه الاساسيه لهذه الدوره، وهي ندوه تقارب علاقه السينوغراف ومهنة السينوغراف بكل المهن المسرحية الأخرى. فتطرقنا أمس إلى علاقة السينوغراف بالمخرج وعلاقة السينوغراف بالجمهور، واليوم اشتغلنا على علاقة السينوغراف بالكاتب. هذه الندوة علاقة السينوغراف بالكاتب طرحت مجموعة من التطرحات ومجموعة من الأسئلة ومجموعة من الهواجس، من ضمنها ما هو أثر الكاتب على السينوغراف، من ضمنها هل السينوغراف ملزم بالامتثال لتعليمات الكاتب، ما يسمى بالديداسكالية أو الإشارات الركحية. هل الكاتب نفسه ملزم بهذه الإشارات أم أنه يتحرر منها؟ ثم السينوغراف أيضا يعتبره مجموعة من المتدخلين بمثابة مؤلف آخر، مؤلف باعتبار أنه مصمم لمناظر ولحقل مرئي عام يملكه هو شخصيا حتى على مستوى الملكية الفكرية، من ثم صنف كمؤلف حتى في منظومة القانونية لحقوق التأليف. لذا فالسينوغراف هو ليس فقط مترجما أو مفسرا لأفكار الكاتب، ولكن أيضا ينحو
منحا تأويليا لمضامين النص، وهذه المضامين يترجمها بطريقته، ليست بطريقة حرفية ولكن بطريقة بلاغية وصورية. السينوغراف هو الذي يؤتت الفضاء المرئي للمتفرج انطلاقا من مفردات النص وانطلاقا من الفضاءات التي يقترحها النص. هذا بشكل عام الأسئلة أو تقريبا الأفكار التي طرحت اليوم، وخلصت إلى أن دور السينوغراف لا يقل أهمية عن دور النص ودور المخرج وكل المكونات العرض المسرحي. أكد بيير سونغيل على هذا الالتحام أن شكل القصيدة. لاحظنا أنه خلال هذه الندوات كانت عبارة على يعني مختبر لتلقيح الأفكار ببعضها البعض، أيضا واحد النوع من العمل التطبيقي لما يجري على الخشبة في المسرح والنقاش ديالو في القاعة. هذه كلها معطيات خرجت المهرجان المسرح من الجانب الفرجة الصرف إلى جانب آخر عنده طابع فكري، عنده بعد آخر لوضع استراتيجيات التفكير في الفعل الإبداعي المسرحي. أن ألتحق بكم هذا الصباح وأن أرى مجموعة من الوجوه الجميلة. إن عمل السينوغراف المغربي مقيد بعدة قواعد وشروط موضوعية، منها المادية وكذا المعنوية، حيث نجد العديد من التحديات والرهانات التي تواجه عمل السينوغراف وتدفعه لتحديد موقعه والتفكير في علاقته داخل المهنة. وتبقى الندوة الفكرية التي تعود كل سنة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للمسرح مناسبة لطرح ومناقشة وكذا اقتراح حلول لتلك المشاكل التي قد تواجه هذه الركائز التي يقوم عليها المسرح المغربي. من تطوان لكم تحيات بعثة مابيل انتر تيفي، محمد العروسي وعلي الخصيب. وبعد هذه الجلسة ستكون الجلسة الأخيرة في هذه الندوة في موضوع سينوغراف